السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الورد، يا صباح الفل، يا صباح الياسمين على كل حبايبي الحلوين اللي مشتركين واللي مش مشترك معانا يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصل له كل جديد. صباحكم فل، صباحكم قشطة، صباحكم نادي. قبل اي حاجة كده تعالي صلي على النبي وزيد النبي صلاة واستغفري ربنا كتير وادخلي يا شركة يوميات نعمل عليك عروض وخصومات وتخفيضات جميلة جدا جدا جدا. لو انتي حابة تفتحي قناة على اليوتيوب، على الفيسبوك، تيك توك، كواي، اي حاجة تخص السوشيال ميديا، هسيبلك رقم الباشمهندس محمد في اول تعليق مثبت. تعالي بقى استعيني من الشيطان كده وخشي شوفي احنا هنعمل ايه النهارده في الفيديو الجميل الممتع اللذيذ قوي ده. احنا كل ست بيت فينا بتحاول ان هي تجتهد الفترة دي، وبعد طبعا ما طلعنا من رمضان وعيد وترويقات وتنظيفات وكلام من ده، بنحاول ان احنا نمشي الدنيا شوية. عايزه اقولك ان الغرفه دي اللي انتي شايفاها برضو في الفيديو ده هتتغير الفتره الجايه، برضو هتشوفوا حاجه، تغييرات جديده جدا وحاجات جميله وهتعجبكم، وعايزاكم برضو وقتها تقولوا لي رايكم ايه في النظام الجديد. يعني حبيت ان انا اغير الديزاين خالص بحيث ان انا عيني ما تزهقش منه وتمل، وانتوا كمان ما تزهقوش وتملوا من الشكل اللي انتوا بتشوفوه كل مره. السراير دي كنت مغيره الفرش بتاعها، قلت احط عليهم معطر لذيذ جميل كده، واظبط الزبلايت، اشيل يعني وانفض واظبط الدنيا. هتخليكي بس معايا كده، متنسيش في لايك وشير يا سكر يا عسل، وسبسكرايب في القناه، ويا ريت لو انتي مش مشتركه يا قمر تشتركي وتشيري الفيديو ده لعدد كبير من صحابك وحبايبك واخواتك، قشطه، علشان بس القناه ترجع تشتغل تاني وتقف على رجليها. المهم لو في اي حاجة جديدة وتعليقات جديدة انتوا حابين ان انتوا توضحوها اكتر في القناة نعملها نضيفها، شوفوا رأيكم، لان القناة دي مش بتاعتي انا لوحدي، قناتي انا وانتوا، انتوا اللي عملتونا وانتوا اللي نجحتونا طبعا، والفضل الكبير بعد ربنا طبعا انتوا. عايزاكي بس كده تتشجعي معايا وتقومي تشوفي بيتك ناقصه ايه، ما تقعديش تكسلي، احنا كلنا هنقعد نكسل، خلي بالكم الايام دي ايام كسل غير عادي، كسل رهيب غير عادي بصراحة، بجد بجد يعني. انا في التصوير مقصرة قوي، بس في شغل البيت شغالة. عايزة اقول لكم ان انا مش ببطل اصلا شغل يعني. في الجزء اللي انتوا شفتوه ده انا كنت شلت فرش السرير وظبطته، لان بيتقص في المونتاج عشان ما بانش بس وانا بوطي، تمام، بس عشان النفوس الضعيفة بس. ف بحاول بقى الفترة دي بجد ان انا عايزة اصور واشتغل، بس حاولوا يعني يا جماعة شجعوني شجعوني كده بكذا كومنت، ونشوف الفيديوهات اللي حتى اللي كانت على القناة والفيديوهات اللي انا بنزلها، نتابعها شوية ونحاول نرفع من شأن القناة اكتر واكتر. طب ازاي نساعدك في كده يا نانا؟ هتساعدوني في كده، نكتب كذا كومنت، بدل كومنت واحد كذا كومنت، ولايكات، اهم حاجة اللايكات دي بتفرق معايا جدا في الفيديوهات، مش بتجيب فلوس ولا حاجة، بس بترفع الفيديو بيتشاف لأكبر عدد ناس ممكن ان هي تشوفه. طبعا انتوا عارفين كويس جدا ان انا موقفة بقالي فترة في حتة الارباح، يعني انتوا فاهمين، معدومة، مفيش خالص. بس انا عشان موقفة شغل، هو بصراحة لازم تشتغلي دايما، لان انا يعني عودت قناتي ان انا انزل فيديو كل يوم او يوم بعد يوم. دلوقتي انا مبقتش بنزل اصلا، يعني كل 10 ايام، كل 15 يوم، كل 20 يوم، فما بقتش بنزل فيديوهات خالص يعني، ولا شغل قوي. بس ان شاء الله الفترة دي هحاول انتظم، لان انا برضو الفترة اللي انا داخلة فيها لا فيها راحة ولا بالراحة، هيبقى في عندي شغل كتير فيما معناه يعني. في شوية حاجات كده يا جماعة، مفاجآت ان شاء الله هتشوفوها الفترة الجاية معايا في الفيديوهات، هتتبسطوا منها جدا ويا رب يبقى خير، يا رب يبقى خير ليا وليكوا ان شاء الله بإذن الله. بس خلصت الأوضة كده زي ما انتم شايفين، قلت لكم الأوضة ما فيهاش اي حاجة، واهم حاجة المعطر ده، احسن حاجة في الدنيا، بتحسي بانتعاش، انتعاش يا سعاد. بس خلصنا هنا، تعالوا بقى ندخل نشوف احنا هنعمل ايه تاني في الغرفة التانية. قلت اليوم ده هلم كده، هلم يعني، اظبط الزبلايت كده من فوق الوش بحيث ان انا ابقى يعني ارادة الطرفين، روقت الاوضه دي وروقت الاوضه دي. الاوضه دي بتاعت الليفنج بحاول ان انا بصراحه بتبقى مهلوكه ومفحوطه جدا، بس بحاول جاهده يعني ان انا اظبط فيها حاجات كده كتير، وبرده زي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات،
هتشوفوا تغيير فيها شامل كامل متكامل ان شاء الله. عينيكوا هترتاح يعني الديزاين الجديد اللي انا عملته فيها عينيكوا هترتاح فيه اكتر يعني. وهو بيقولك يا جماعة التغيير حلو في حد ذاته، يعني مثلا لو انتي مخنوقة من جوزك وحبيتي تغيريه، طبعا دي حاجة استحالة تعرفي تغيريها، مش هتعرفي تعمليها يعني الا ما شاء الله يعني. لو انتي حابة تغيري بقى دي بتاعتك، دي حاجة بتاعتك انتي. وهو برضو يا جماعة التغيير حلو، انا ما اقدرش اقول لكم التغيير مش حلو يعني، عادي. بس مش عايزه بقى الرجاله تدخل لي دلوقتي تهاجمني تقول لي ان انت بتعلمي الستات علينا اتغيرنا، لا 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 لا, لا ما اقدرش والله. بس الراجل بقى اللي لما يكون مضايق واحده عادي، عادي جدا يعني التغيير حلو في حد ذاته. خدي بالك انتي، خدي بالك، خدي بالك يا اختي، خدي بالك من الكلام اللي انا بقوله لك كويس. هيتحسب علينا الكلام ده، هيتحسب علينا. المهم ما تجرجرونيش في الكلام وتخلوني اقول لكم كلام، انتوا حرين. استشارة طبية بعد الفيديوهات في كومنتات. اكتبوا في كومنتات وانا اقول لكم تعملوا ايه اما ينكدوا عليكم. بصوا يا جماعة، هما بينكدوا عليكم صح، نكدوا انتوا كمان، ايه المشكلة؟ ايه المشكلة يعني؟ هما احسن منكم في ايه؟ هما هيطهقوكوا في عيشتكم، طهقوهم. بقول لكم ده بصلي. عادي عادي يا جماعة، التبادل كده بيبقى حلو لذيذ لذيذ يا سعيد. اه والله العظيم اختي هيقعدوا يزهقونا في عيشتنا كل شوية نكد 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 نكد. ليه يعني؟ احنا مخلوقين من طين يعني، فعلا، بس يعني بني ادمين برضو، لا ما ينفعش كده. والستات بقى قلبها رهيف يعني ما بتستحملش، يعني ايه اللي هو مثلا الست فينا انت هتنكد عليا 24 ساعة، طب ما هي هتكره عيشتها وهتنكد عليك، طب ما انت فرفشها كده وروقها هتلاقيها روقت وفرفشت معاك بقت زي الفل. لكن اخوها هتنكد عليها، ما هي يا اختي يا اختي يا اختي يا اختي يا اختي. مش عايزه اقول لك احنا خميره نكدلو. بس لو الواحد فيكو يعني دماغه شغاله كده هيروق على الواحده، اكيد هتبقى مروقه في البيت يعني. دي نصيحه اختي، وانت اخويا برضو لو بتسمعي دي نصيحه، عشان بس ما تقولوش ان انا بعلم عليكم الستات. فوقوا نفسيكوا كده وفوقوا ستاتكوا، عشان هي زي ما انتوا هتروقوا عليها هي هتروق عليكم. والله العظيم يا جماعه انا بتكلم بصراحه بجد بجد. يعني مثلا الواحد لو جاب مثلا طقم حلو كده لمراته وهو مروح، ازازه برفان، صباع روج، يا راجل افتكرتها خلاص الموضوع كده بقى. يا سلام، انا في دماغ جوزي حبيبي، ايوه كده فرقت معاها، فرقت هولد كبير قوي، ده انت كده قطعت شوط جامد. فركز ركز ركز بس كده واهتم بيها عشان هي تهتم بيك، اهتم بالحاجة تهتم بيك. يعني انت لما تمسك وردة صغيرة وبتكون بتربيها، بتحطها في حاجة وبتربيها، مش كل يوم بتسقيها وبتهتم بيها عشان تكبر وترعرع قدامك. اهتم بمراتك وانتي اهتمي بيه، اهتموا ببعض، الاهتمام حلو يا جماعة وما بيتطلبش على فكرة. لا الست ينفع تطلب من جوزها او من حبيبها او من صديقها او من خطيبها حاجة او اهتمام، لا خالص. الواحد من نفسه بيبقى بيهتم بيها، بيحبها، بيراعيها، بيفاجئها بحاجة حلوة، بيفاجئها بكادو جميل، بكلمة حلوة. الحاجات دي ما بتطلبش. الحاجات دي دايما اساسا بيكون الراجل واعي وفاهم ومدرك جدا. ومحدش فيكم يقول لي في رجاله ما بتعرفش او ما بتفهمش في الحته دي. كل الرجاله بسم الله ما شاء الله بيعرفوا ان الستات بيحبوا الكلمه الطيبه، بيحبوا الهديه الحلوه، بيحبوا الحنيه والطيبه والاهتمام. زي ما بتهتم باي صديقه ليك بره، اهتم بزوجتك عادي، اي كده كده يعني. مش عايزه افسر بقى عشان ايه مفيش ستات كتير بعد الفيديو ده اسمع ان في انفصالات. انفصالات يا سعاد. دي الاوضه، بس هقول لكم بعدين ايه اللي حصل فيها، ومحدش يقول لي انت عملتي ايه يا نينا. يا اختي يا اختي يا اختي، النجده. مش هقول لكم غير النجده، والفيديو اللي جاي هتشوفوا المفاجاه. واستنوني بس، استنوني استنوني استنوني، انا مش جاي خالص
يلا اشوفكم على خير واقول لكم سلام ورحمه الله وبركاته. الفيديوهات اللي جايه هتبقى احلى واحمس من كده بكتير جدا، شجعوني الفتره دي وهقول لكم ايه اللي هيحصل وايه اللي هيتم ان شاء الله. يلا سلام.